مهما اعمل من كيكات هتفضل برضو الشوكولات كيك من اكتر الكيكات اللي لو هعملها وهاكلها كل يوم مش بزهق منها ابدا. هعملها معاكم باسهل طريقه ليها، وهنعرف ازاي تطلع معاكي هشه جدا، وهنعمل صوص شوكولاته ليها خطير يا جماعه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفيني انا سمر رضوان، متنسيش تعملي اشتراك للقناه ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بقى بسرعه نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعه على الطريقه. اول حاجه هنحتاج الخلاط. دلوقتي هبدا اجهز صوص الشوكولاته. معايا كوبايه سكر، عليها كوبايه لبن حليب، نص كوبايه من الكاكاو الخام اللي هو الغير محلى. بستخدم يا جماعه نفس الكوبايه في كل المكونات. ضربتهم كويس قوي لحد ما اتاكدت ان كل حبيبات السكر دابت تماما. حلو قوي كده. وبعدين بعد كده معايا كوبايه زيت، هنزل بيها شويه بشويه. نلاحظ ان الزيت بيتقل القوام جامد ويبقى تقيل على الخلاط، فبالراحه كده بشغل شويه وافصل شويه لحد ما اخلص كل كوبايه الزيت. انا ليه بقى ما حطيتش الزيت مع باقي المكونات من الاول؟ لان الزيت هيتقل الخليط على طول وهيبقى تقيل على الخلاط، وممكن وقتها يكون السكر مدبش، فكده اسلم طريقه. كده صوص الشوكولاته كان معايا جاهز. ده كده صوص شوكولاته اقتصادي، عملته معاكم قبل كده. ممكن تستخدميه في اي جناش، اي كيكات، مش لازم الكيكه دي، ممكن تستخدميه في اي حاجه تانية. انا دلوقتي هاخد منه كوبايه واسيبها على جنب. وده كان باقي الخليط. نزلت عليه ببيضتين بدرجه حراره المطبخ، دي واحده، وبعد كده نزلت بالتانية. وطالما في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا، نزلت عليهم بكيس فانيليا ومعلقه صغيره من الخل، ورجعت ضربت تاني كويس. اظن لحد كده الموضوع سهل قوي، حلو قوي لحد كده. وبعد كده نزلت بالخليط في بولة. تمام كده. نزلت عليهم بكوباية من الدقيق، نخلتها. كيس من الكيك شيف، لو ما عندكيش كيك شيف ممكن تستخدمي كيس من البيكنج باودر. قلبت بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده. انا حسيت ان القوام تقيل، زودت لبن شوية بشوية. الكمية اللي انا زودتها كلها تعتبر حوالي ربع فنجان صغير، لحد بس ما اوصل للقوام المظبوط اللي انت هتشوفوه دلوقتي. هو ده القوام اللي انا عايزاه. جهزت الصينية اللي هتدخل الفرن. انا كنت مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 180. دهنت الصينية فرشة زيت، وبعد كده نزلت بخليط الكيك في الصينية. حلو قوي كده. انا هنا كنت بوزع الخليط في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. خبطت الصينية خبطتين وبعدين دخلتها الفرن اللي انا كنت مسخناه زي ما قلت لكم، درجة حرارة 180 على الشبكة رف اوسط. بعد حوالي 25 دقيقة بصي عليها واختبريها بعود خشب او بسكينة. لو لقيتيها طالعة نظيفة اعرفي ان هي استوت. لقيتيها لسه طالعة فيها اثر للعجين، دخليها كمان 5 دقايق وبصي عليها. الكيكة هشة جدا وطرية زي ما انتوا شايفين. سبتها لحد ما تبرد وبعد كده خرمتها وسقيتها بربع كوباية من اللبن. اللبن كان بدرجة حرارة المطبخ. هنا انا كنت بحرك الصينية عشان اتأكد ان اللبن اتوزع كويس على الكيك. بعد كده سبتها 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما شربت اللبن. وبعدين بعد كده نزلت عليها بكوباية صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا سايبينها على جنب. وممكن تكتفي لحد هنا. انا زودت عليه شوكولات كريسبي وده اختياري، وعشان بس حاجة اكسر بيها اللون زودت وحدتين كده من الكريز. اظن الشكل بيتكلم عن الطعم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الكيكة هشة جدا واسفنجية. شوية اللبن اللي انا زودتهم دول مخلينها طرية جدا من جوه. شايفينها عاملة ازاي؟ طعمها يا جماعة خطيرة. يعني ببيضتين وبكوباية واحدة من الدقيق عملت الصينية دي كلها، ويكفي ان وقت التجهيزة كله ما خدش مني اكتر من 10 دقايق. يعني لو جالك ضيوف في اي وقت على فجأة هتقومي تجهزيها وهتشرفك قدام ضيوفك.
انا متاكده ان هي هتعجبك، ولو جربتيها هتعتمدي الطريقه ومش هتبطلي تعمليها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير وافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.